السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن مدرب الأهلي الجديد إن شاء الله. طبعا بعد ما الأهلي أعلن امبارح إن خلاص يعني كولر قدموا له الشكر وشكرا على السنوات اللي قضاها معانا هو والجهاز الفني بتاعه كله. المفروض اللي موجود حاليا هو ميشيل مدرب الحراس، ومحمد شوقي. وميشيل مكمل لغاية آخر الموسم، مش عارفين هيكمل في الجهاز الجديد ولا لأ. اما بالنسبه بقى للمدرب الجديد، في اسماء كتير دلوقتي على الساحه منتشره يعني. طبعا من ضمنهم كيروش، بس كيروش اعلن ان هو مش عايز يرجع يتمرن في مصر تاني حاليا يعني، فمتهيألي كيروش بعيد عن القصه كلها. المفاجاه بالنسبه لي هو مكوينا، رولاني مكوينا، مدرب الوداد وكان مدرب صن داونز السنة اللي فاتت، وكان حاليا مدرب الوداد، وهو لسه أعلن إن هو خلاص يعني انفصل عن الوداد. وحاليا هو اسمه يعني بقوة جدا إن هو ممكن يجي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. هو ومين تاني؟ فايلر الوكيل بتاعه. الناس تواصلت معاه من إدارة الأهلي وهو مرحب جدا بالرجوع للتدريب للأهلي مرة تانية، فده برضه هيبقى خيار كويس جدا. فايلر عارف الفرقة، عارف الجمهور، عارف التفاصيل، وهو كمان هيجي ان شاء الله ممكن يعمل حاجة كويسة. غير المدرب اللي هو روزا اللي كان الألماني، وكان بيدرب في هولندا وكده، فروزا برضه مدرب ممكن نشوفه الفترة الجاية. بس أنا بالنسبة لي أنا أتمنى يكون فايلر. مكوينا كويس، مدرب دماغه حلوة، مدرب هجومي بيحب اللعب السريع، بيحب التكتيك يعني. هو لو جه ممكن يغير شكل الأهلي خالص. بس طبعا يعني كل المدربين اللي أنا بتكلم عليها دي يعني هتيجي، بص يعني هما جايين جعانين بطولات، هيجي يديك سنة سنتين والمفروض تبقى انت مجهز مدرب غيره على طول، زي فايلا زي كولر كده بالظبط. فان شاء الله يعني في خلال النهارده او بكره بالكتير الاهلي هيعلن عن واجهته الجديده. اتمنى لو الفيديو ده عجبك، ده فيديو سريع كده بس عن الاحداث حاليا. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه. شكرا، سلام.